الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكل المشاهدين الكرام مباشرة من ملعب فيليكس هوفيت بواني الذي يحتضن اللقاء الودي الدولي اللي يجمع بين المنتخب الايفواري والمنتخب الوطني المغربي، محطة اعدادية مهمة للمنتخبين قبل استحقاق القاري المقبل ونهائيات كأس افريقيا التي يسعى كل منتخب للظهور فيها بوجه مشرف، بل والدخول في غمارها كمرشح الفوز باللقب لقيمة ومكانة وتاريخ المنتخبين على المستوى الافريقي. حضور جماهيري كبير قياسي استثنائي، جماهير المغربيه حاضره بقوه. كنقول انه منذ ساعات كان يعني حضور ديال الجماهير المغربيه لملعب فيليكس هوفيت بواني من اجل مسانده ومعاينه المنتخب المغربي. كذلك الجماهير الايفواريه حضرت بالالاف. كنقول تذاكير نفذت تقريبا يومين قبل المواجهه، وهذا يبين قيمه المباراه وكذلك قيمه المنتخب. يحظى بشعبيه كبيره وبحب وتقدير كبيرين. نصيري مشات كره داخل منطقه جزاء، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان هناك تدخل، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. الحكم كان قريب من العمليه. يوسف انصيري محاوله من الجهه اليمنى بواسطه اللاعب اومار دياكيتي داخل منطقه الجزاء، تدخل ممتاز. غانم سيس يبعد الكره في الوقت اللي كان تمريره على مستوى الجهه اليمنى. مشات الكره في الجهه اليسرى، يحيى يعطي اطلاق، رفعت الكره دي فرصه لفائده المنتخب الوطني. تمريره عند سليم أملاح. حكم هذا المره يعلن الخطا لانه تلا امين حارث استرجع الكره. اللاعب عز الدين الاحي مشات الكره في الجهه، هذه فرصه لفائده المدرب للمنتخب الفرنسي كمدرب رسمي قاد سانت تيتيان، مونبوليي، ايستر وكذلك بوردو. خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله امين عدلي، انطلاقه، تمرير عند سليم أملاح، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه التمرير على جميع الاصعده وعلى جميع المنتخبات الوطنيه. تبادل المحاوله، فرصه، هناك خطا واضح، خطا الحكم المساعد رفع الرايه على مشارف مستطيل العمليه. تدخل امام امين عدلي، انطلاقه من الجهه اليمنى. اعتقد انه لازم يكون هناك انذار. لاحظوا اشرف حكيمي كيطلب الحكم. شهر ماي السنه الماضيه تم تعيينه مدرب للمنتخب الايفواري في الوقت اللي فرصه محاوله امين حارث، عز الدين الاحي، فرصه لفائده المنتخب فرانكيسي. انطلاقه، تدخل ممتاز لسليم أملاح، ناصر مزراوي، سليم أملاح، والحكم كيمنح خطا لفائده المنتخب الايفواري. امامنا جون لويس غاسي، تدخل اشرف حكيمي او نيف اكرد. هذه في محاوله تدخل، كان من تدخل، هذه فرصه داخل منطقه الجزاء. كان هناك لمسه يد، بالفعل كان هناك لمسه يد. الحكم كيعلن على خطا. لاحظوا التحركات ديال سيباستيان اولر امامنا. ثاني في الوقت تبادل المحاوله من الجهه اليمنى بواسطه سينغو ويلفريد، رفع الكره ياسين بونو سهله في المكان المناسب. الجهه اليسرى لفائده المنتخب الايفواري يبحث على تسديد، رفعت الكره ولكن امين حارث بامكانه ان يراوغ لانه هناك مساحه. امين حارث كينتظر المسانده، كيرجع الكره وكان هناك تدخل. الحكم كان خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. وكذلك اشرف حكيمي الصافره ديال الحكم. يحيى يعطي اطلاق، تلعبت كره، فرصه راسيه ولكن مشات جانبا. كانت محاوله في الوقت اللي سليم أملاح كيطالب ان هناك زاويه. الحكم ترجع الكره للجهه اليسرى. اشرف حكيمي بامكانه يرفع الكره، فرصه مباشره وتدخل الحارس يحيى فوفانا. اشرف حكيمي يرفع الكره داخل مستوى الجهه اليمنى في الوقت اللي سليم أملاح. هناك اصطدام، الحكم كيعلن خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي سليم أملاح خارج ارضيه الملعب، ترفع الكره، فرصه راسيه، فرصه بواسطه يوسف يعطي اطلاق. كان هناك خطا. الحكم لم يعلن شيء. خطيره لفائده المنتخب الايفواري، خطيره. تدخل نيف اكرد هو اللي بعد الكره في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا بعد تدخل امام يحيى يعطي اطلاق. كره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الايفواري. لحسن الحظ يحيى يعطي اطلاق، مازال سقط فوق ارضيه الملعب. تمريره خاطئه، حذري من هذه المحاولات، حذري من التسديده، مشات فوق المرمى. خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه فرانك كيسي اللي كان التدخل ديال سليم أملاح. ناصر مزراوي، خطيره للايفواريين، خطيره ومرات جانبا. خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه سيكو فوفانا. امامنا سيكو فوفانا لاعب فريق النصر اسبونو. خطيره لفائده المنتخب الايفواري، خطيره تدخل مره اخرى وابعاد كره. كنقول بان كان هدف محقق لفائده المنتخب الايفواري. حذاري من لفائده المنتخب الايفواري. اومار دياكيتي من الجهه اليمنى. دياكيتي تقريبا فقد التوازن لوحده، ما كانش غيسلان تعود من جديد لفائده المنتخب الايفواري. حذر من هذه المحاوله. تدخل، البحث على المرتد الهجومي. يوسف الصيري يبحث على المسانده، ما كانش هناك مسانده ولكن كان هناك خطا.
خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي وليوسف النصيري. لاعب كيلعب كره في الجهه اليمنى، الاعتماد على سينغو. ويلفريد بحث على امام كوريا الجنوبيه، كان هو الانتصار الاول بنهائيات كاس العالم 3-0 و2014 بالبرازيل. يحيى عطيطله لفائده المنتخب الوطني المغربي، والحكم المساعد رافع الرايه ليحيى عطيطله. تمريره لامين حارث، تدخل قوي من سينغو ويلفريد. امين حارث إلى داخل منطقه الجزاء. امين حارث تلعبات الكره دائريه، فرصه صعود الراسيه، فرصه والكره فوق المرمى. ممتاز، كان صعود نيف اكرد وغانم سيس. اعتقد بان نيف اكرد هو اللي لمس الكره وسليم املاح. الكره ما مشاتش بعيد، نتابعوا مره اخرى واللي كانت جرات كذلك بابيجون الايفواريه. حكم كيمنح خطا بالفعل لغانم سيس. خطا لفائده المنتخب، محاوله لفائده المنتخب الايفواري. تدخل ديال يحيى عطيطله اولر، تدخل ياسين بونو. تدخل ديال ياسين بونو، كانت محاوله خطيره. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، خطيره دائما. تدخل سليم املاح، مشات الكره في الجهه اليسرى. هذه فرصه لفائده المنتخب الايفواري. تمريره، تدخل اشرف حكيمي الذي يبعد الكره لي ناحي. امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء. امين حارث ترفع الكره، هذه فرصه الراسيه، فرصه ودائما محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. والحكم كيقول زاويه بالفعل. كان التمريرات في العمق. هذه فرصه امين حارث يبحث على المسانده. هناك خطا. ممتاز امين حارث، نتمناوها في الشباك. اشرف حكيمي، فرصه تسديده وتدخل في مناسبتين. من الحارس يحيى فوفانا. تسديده قويه من اشرف حكيمي. كره وصلت لهالر، خطيره والهدف. سيباستيان هالر يتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول، فرحه كبيره للجماهير الايفواريه. قلت محاولة خطيرة لفائدة المنتخب الايفواري. حذري العودة ديال يحيى عطيطله. ممتاز، العودة ديال يحيى عطيط فنصيري. حالي دخل داخل منطقة الجزاء، فرصة إمكانية تسديد. عز الدين أولاحي لفائدة المنتخب. المباراة اللي كانت تأجلت برسم آخر جولة من تصفيات كأس إفريقيا. لقاء غيدور بملعب الجهة اليمنى. عز الدين أولاحي، امين حارث، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ولكن سيكو فوفانا، خطيره لفائده المنتخب الايفواري، خطيره للايفواريين. ولحسن الحظ مشات جانبا. اومار دياكيتي، كره جانبا. ولاحظوا رده فعل وليد اركراكي. محاوله شكلت خطوره لمساحه الملعب. مشات كره في الجهه اليسرى عند كونان ايزلان داخل منطقه جزاء. فرانك كيسيه عند لاعب ابراهيم سانغاري. تسديده، استرجاع كره ممتازه. امين عدلي، انطلاقه ديال امين عدلي. هناك خطا، دفع واضح. اعتقد لازم يكون هناك انذار بالفعل. انذار سيكون لفرانكيسا لبلال خنوس. ممتازه، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. عز الدين أولاحي، تمريره ولكن وصلتش الكره لامين عدلي. كانت فوق مونديال المغرب. تدخل امام امين عدلي. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. سليم املاح طلب الكره، امين عدلي، فرصه ولكن كره كانت في يد الحارس يحيى فوفانا في الوقت. باريس، عبد الصمد الزلزولي، انطلاقه من جهه اليسرى. هذه فرصه تحي اقرب لاشرف حكيمي. شنو غادي يعمل اشرف حكيمي؟ تسديده ولكن بعيده. لاعبي الان كيقوموا بعمليه ديال الاحماء. امامنا ايوب الكعبي. هذه السعيد للدخول من بلال خنوس. تمريره البحث على ايوب الكعبي. فرصه والهدف. هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. هداف الدوري اليوناني ايوب الكعبي يضع الكره في الشباك. اول لمسه للقناص للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا. فرحه كبيره الجماهير المغربيه واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. تحدثت على ايوب الكعبي هداف. السلام عليكم متتبعين قناة بي إن ماروك. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. أنهى التعادل السلبي هدف لمثله نتيجة المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيفواري مساء اليوم السبت. ووجهت فئة كبيرة من جماهير كرة القدم المغربية انتقادات كبيرة لوليد الركراكي
وعناصر المنتخب المغربي بعد المردود المحتشم الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في المباراة الودية. وعبرت فئة كبيرة من الجماهير المغربية عبر التعليقات عن امتعادها من المردود الضعيف للمنتخب الوطني المغربي، مع تأكيدها على كون هذه المباراة هي امتحان حقيقي لتركيبة وليد الركراكي قبل نهائيات كأس إفريقيا 2023. إذا هذا كل ما كان في فيديو اليوم، وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباريات القادمة. شكرا لكم على المتابعة، تحياتي للجميع.